مرحبا بكم من جديد. الوداد خسر أولى مبارياته في كأس العالم للأندية، سيلعب من أجل المقعد الخامس يوم الثلاثاء. انتظر الدقيقة 12 بعد 100 ليهزم بهذا الهدف والذي حذرنا منه اللاعب الخطير في فريق باتشوكا من رأسية هذه التمريرة التي كانت من اللاعب الأوروغواياني أوراتيفاسكيايا، والذي تصدى لها اللاعب جوزمان برأسية خدعت الحارس العربي الذي لم يستطع فعل أي شيء. وطبعا الكرة كانت صعبة بعيدة عن الحارس، ليست في متناوله. هدف بالطبع جاء في وقت حاسم، وبالطبع عموتة لم يكن لديه البدائل ولم يكن لديه بالطبع الحلول السحرية. تحول كابتن يوسف هذه الخسارة بهدف مقابل لا شيء، ممكن تعتبر خسارة مشرفة إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف التي لعب فيها الوداد بعد طرد نقاش. صحيح، أظن فريق الوداد أدى بشكل يعني جيد، رغم أن الفريق كان ناقص عدد، ودائما على هذا المستوى عندما تلعب ب10 لاعبين دائما تكون هناك صعوبة في الاحتفاظ بالنتيجة أو تحقيق نتيجة أفضل. الوداد ربما يعني لعب بشكل جيد تقريبا طيلة المباراة. الشوط الثاني دافع بشكل جيد رغم أنه يلعب 10 لاعبين. نفس الشيء في بداية الشوط الإضافي الأول، دافع تقريبا ب9 لاعبين، بقى فقط اللاعب بن شرقي هو الذي دائما كان يحاول ما أمكن أن يهدد. لكن أظن أن منذ بداية المباراة يعني فريق الوداد لم نشاهد القوة التي كان عليها، خصوصا في مباريات إقصائية دوري كأس الأبطال. وقلنا دائما أن الحلول أو الأوراق الرابحة هنا الهدف التعادل. دائما الجهة اليسرى كانت هي مشكل فريق الوداد حتى في الشوط الأول. لاعب جوناثان يمرر هنا تمريرة بدون أي رقابة، استلام كرة، واللاعب يسجل الهدف الأول لفريق باتشوكا. كما قلت الفريق الوداد منذ بداية الشوط الأول لم يظهر بنفس القوة، لأن دائما تعودنا على الوداد يؤدي بشكل أفضل مما أدى عليه اليوم. لكن قلنا أن الغيابات خصوصا اللاعبين المهمين، الحداد كان غايب في الشوط الأول، وكذلك اللاعب أوناجم في الجهة اليمنى. تفاهم كبير بين اللاعب ثلاثي بالإضافة إلى بن شرقي. شاهدنا فريق صحيح أنه يدافع، ولكن أيضا مسؤولية نصير أنه كان مع اللاعب يتركه ويذهب ليلتحق بزميله، ينسى اللاعب المهاجم. وهي قضية التغطية. المشكل هو أن المرة الوحيدة اللي فريق الوداد ترك مساحات في الخلف تسجل من الهدف. كان هناك عدم تمركز للهاشمي. نشاهد عندما ستكون التمريرات موقع الهاشمي كان موجود يعني كوسط ميدان أكثر ما هو كظهير أيسر، والحداد كان يطالع الكرة ولكن لا يرى المدافع، لا يرى المهاجم من وراء. لذلك فلما أعطيت التمريرة في الخلف كان الهاشمي متقدم، كان الحداد حتى هو متقدم. الهاشمي ما كان عنده حتى الدوري ماذا تقدم، ما كان ولا لاعب فريق. لذلك المفروض يبقى يغطي اكثر، يشوف اكثر. هذا هو اللي خلى المساحه اللي تلعبت فيها الكره وتعمل فيها الكروس وتسجلت منها. اما النصير فكان دخل لكي يعمل التغطيه، لكن وغطى وتخلى عن التغطيه، تخلى عن المهاجم. لو نعيد الهدف ونشارك كابتن ابراهيم اننا نشاهد اللاعب يلازم المهاجم ثم يتركه في اللحظة التي يجب أن لا يتركه فيها. كان في حالة تردد، يعني هو نعم. يتم في حالة رقابة. سنشاهد هو الآن معه. أنا أتفق مع زملائي في عملية التغطية لم تكن موفقة، وخاصة بالنسبة للهاشمي، وأيضا كان مستندة بن إسماعيل.